السلام عليكم خوتاتي، مرحبا بكم في هذه الحلقه الخاصه اللي غتكون لكم اليوم، واللي غتكون واحد الحلقه مهمه اللي غندويو على واحد المشكل خطير اللي ولاو كيطيحوا فيه اصحاب الدراجات. المهم هذه الحلقه ديال اليوم غتكون من التعاليق ديالكم ومن الرسائل ديالكم اللي كتبقى واحد الشيء كيحفزني بزاف، واللي هو واحد المشكل اللي طالبوني بزاف الناس بانني نهضر عليه وندير عليه حلقه اليوم. المهم كنتي اول مره غتشاهد الفيديو ما تنساش دير متابعه للقناه الا غادي يزيد يحمسني، وهذا هو الشرف الكبير ليا بكم نتوما اللي كتعتبروا اعز عائله عندي. في هذه الحلقه غادي ندوي لكم على شنو هي عمليه النصب، غنشرح لكم على شكل طريقه مبسطه قصه، ومنها غادي تفهموا وشنو هو السبب، وغادي نشرح لكم جميع التفاصيل الا تبعتوا الفيديو من الاول حتى الاخر ديالو. المهم ندخلوا للموضوع ديالنا. صراحه 2020 دخلت لنا غير بالكوارث. المهم غادي نشرح لكم هذه عمليه النصب واللي يقدر يتعرض لها اي واحد فينا، تقدر تعرض لها انت وانا، وتا انا تعرضت لها، ولكن الحمد لله كنت عارف امور قانونيه وشنو كاين وخلاني ما نتعرضش لعمليه السرقه. ولكن توصلت بمجموعه ديال الرسائل اكثر من 20 شخص بان تعرض لعمليه النصب واللي ولات كتنتشر بكثره. المهم غنعاود لكم بحال القصه. المهم اخوان ديالي، فاش كتشري الدراجه ديالك من عند شخص ما كتعرفوش، كتمشي كتكاتب انت وياه في المقاطعه عادي بجميع الاجراءات، كتخلصوا كيعطيك الاوراق والوثائق ديال الدراجه ديالك، هنا الامور كلها دايزه مزيانه. ولكن بعد مورا 24 ساعه او 48 ساعه كيتصل بك شي حد اخر كيقول لك خويا انا بغيت لك غير الخير واتصلت بك غير باش نعطيك واحد المعلومه اللي انت ما عارفهاش، ولا كيقدر يدوي معك في الواتساب او الفيسبوك، كيقول لك انا خديت الرقم ديالك ولا خديت الحساب ديال الفيسبوك ديالك. المهم اخوان فاش كتشري الدراجه ديالك كيتصل بك واحد الشخص اخر كيقول لك خويا ديك الدراجه الناريه اللي شريتي راها ماشي قانونيه، مزوره. كيفاش مزوره؟ غتسولو كيفاش مزوره، غيقول لك خويا بان هذاك الترقيم اللي عندك في ديك الدراجه راه هو ترقيم ديال الدراجه ديال الشينوا، تقدر تكون دوكر او سي 90 او بينيلي او اي نوع ديال الدراجه اخرى ديال الشينوا. انت هنا غيدخلك الشك، غتقول انا عندي كارت غريز ومكتوبه فيها اسم الموتور، وغتقول كيفاش هاد العمليه ديال التزوير. غيقول لك خويا باش تاكد من المعلومات بانني انا غير فاعل خير، بغيت لك غير المصلحه ديالك، غيعطيك واحد الاسم ديال واحد التطبيقات اللي سميتهم الفين كود. شنو هو هذا الفين كود؟ الفين كود هو واحد التطبيق اللي كتدخل فيه الرقم التسلسلي ديال السياره ديالك او الدراجه ديالك، وكيعطيك جميع المعلومات عليها، فين تصنعات، السنه اللي تصنعات فيها، جميع المعلومات ديال الدراجه بصفه عامه او السياره. هنا كيدخلك الشك فاش كتبحث في ذاك الموقع، كتجبد الهاتف ديالك كطابي كتلقى نيت فعلا بان عندك دراجه من الحجم الكبير، نديرو مثلا كawasaki، ولكن فاش كطابيها في الموقع كتطلع لك بانها دراجه دوكر. غتقول هنا كيفاش تقولبت؟ اذا هضره الدري بصح. هنا غتجلس مع راسك وغتفكر مزيان وغتقول ناري تقولبت. اول حاجه كطيح لك في بالك هي كتقول بانني خصني نتصل بالسيد اللي باع لي الدراجه. السيد اللي باع لك الدراجه كيكون مع ديال راسو ما عارف والو، كيقول لك خويا انا شريت الموتور وبعتو لك وتكاتبنا بالاجراءات القانونيه، طريقه عاديه صافي تكاتبنا، خديتي الموتور خديت الفلوس ديالي سالينا هنا. انت اول حاجه كتفكر فيها كتقول لي خويا غرد لي فلوسي ورد لك موتورك، لان هذا الموتور راه مشكوك فيه. اول كذبه غادي يقول لك بان الموتور بعتو لك والفلوس بانني خسرت منه واحد 5000 درهم او 6000 درهم. هنا فاش كتبرك مع راسك وغتجلس وغتقول اللهم نخسر 5000 درهم وما نخسرش فلوس موتوري كامله، هذا هو المشكل. هنا في هذه الحاله كتقول لي خويا ماشي مشكل، غير رد لي فلوس اللي بقات عندك ورد لك الدراجه ديالك. هنا كيتسمى هو ربح. كاين اللي كياخذوا لي من 5000 درهم، كاين اللي كياخذوا لي من 3000 درهم، كاين اللي كياخذوا لي من 4000 درهم، انت وعلى داك الشخص اللي غادي ينصب عليك. ولكن الاخوان غنشرح لكم واحد النقطه اللي مهمه واللي خصكم كاملين تعرفوها وتكونوا على بال. هذيك المواقع ديال الفين كود او التطبيقات فعلا هي كاينه بالنسبه للسيارات، كتكون متاكده 100% وقانونيه 100%، لان الشركات ديال السيارات عندهم واحد كيف كنقولوا واحد ستركتور، ما عرفتش اللغه اللي غنشرح بها ولا الكلمه اللي غادي نقول بها، بان داك الشيء عندهم مضبوط قانوني، بان اي ترقيم ديال السياره كتلقاه كيبدا بالرمز ديال السياره. فولكسفاغن كتلقاه كيبدا بالدبل في على سبيل المثال. اما بالنسبه للدراجات الاخوان ديالي، الدراجات كيكونوا الانتاج ديالهم بطريقه عشوائيه، كتلقى
اغلبيه الشركات راه كيبيعوا مليون نسخه، 2 مليون نسخ في السنه. كاين بعض الشركات ولا بعض الدول اللي كتستهلك 2 مليون ولا 3 مليون في السنه ديال الدراجات، لان الشركات الصينيه ما عندهاش واحد المعايير ديال الرقم التسلسلي. اي شركه تقدر دير اي رقم بغات، واي رقم تسلسلي كتبدا به، ومع كثره الانتاج كيقدر الرقم التسلسلي اللي عندك انت في الدراجه ديالك تكون ديجا طابه في شي دراجه اخرى صينيه، لان كيف ما كنقولوا كيكون الانتاج ديالهم كثير وما كاينش شي معايير او مراقبه كتحتم على هاد الشركه دير هاد الرقم التسلسلي لما ديرش هاد الرقم التسلسلي. لهذا فاش كيعاود يتطبع داك الرقم كيعاود يتطبع ثاني وكيطابا في الفين كود في الشركات الصينيه. ولهذا فاش كطابي النمره ديال الدراجه ديالك كتلقاها بانها طلعت دراجه صينيه. اخوان ديالي خصكم تفكروا واحد القضيه، مادام عندك الكارت كريس ودراجه نديروا من الحجم ديالها 600 غتلقى في الكارت كريس بان فيها 6 الخيل، بان ديك الدراجه راها قانونيه. اما الا طابيتيها في ديال الشينوا راه غتلقاها بان دراجه صينيه غتلقى فيها واحد ديال الخيل. ما يمكنش عندك كارت كريس فيها 6 وغتقارنها بدوك المواقع. لهذا الاخوان حذروا راسكم من هذه العمليه ديال النصب، راه انتشرت بزاف، وتلقيت بزاف الدراري اللي تعرضوا لهاد عمليه ديال النصب وديال السرقه. الناس راه كاين اللي خسرات مليون، 5000 درهم، 6000 درهم، كاين اللي كيحسب براسو بانه تقولف في الدراجه ديالو. لهذا الاخوان وليو نفكروا قبل ما نشريو، ولهذا خصك تعرف مع عند من تشري. كان معكم في هذا الفيديو قصير وبلا ما نطول عليكم، كنتي اول مره غتشاهد الفيديوهات ديالي ما تنساش دير متابعه للقناه الا غادي يزيد يشرفني. وان شاء الله التعاليق ديالكم كناخذهم بعين الاعتبار وكنجاوبكم على اي تساؤل طرحتوه ليا. المهم تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي يكون واحد فيديو مهم لكم كيفاش تقلب الدراجه ديالك قبل ما تشريها. يلا تهلاو ليا في راسكم الاخوان. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.